السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف يا حبيبي أسعار السوق ايه النهاردة. طبعا الأسعار الحمد لله متهاودة شوية عن الأول. تعالوا أقول لكم أنا بعمل ايه في أول الشهر. أول ما باخد فلوس الأكل بس، وببدأ إن أنا أقسمهم على 3 مرات، كل مرة 10 أيام، وبحط الفلوس بتاعة ال10 أيام دي في الدرج، وببدأ أخد منها أجيب، وكأني ما معيش فلوس خالص إلا الفلوس دي، عشان ما ابدأش أسحب من الفلوس بتاعة ال10 أيام التانيين. أول حاجة تعالوا نشوف الأسعار. عندي هنا الجزر ب10 جنيه، جبت هنا كيلو. الكوسة هنا ب12، بس انا جبتها ب10. كبير على صغير ب10 جنيه. هي طبعا كانت ب15 جنيه، بس الحمد لله نزلت شوية وهتنزل كمان، لان الكوسة الفلاحي هتبدأ تنزل. هنا البطاطس 2 ب25. هتجيب الكبيرة ديت، الكبيرة دي ب15 جنيه، هتجيبيها في قلب بعضها كده صغير على كبير، هتديها لك ب2 ب25. الطماطم هنا جبت كيلو ب10 جنيه، كيلو طماطم كده جامد عشان السلطة. وفي هنا طماطم برضه انا جايباها، الطماطم ديت كيلو ونص للطبيخ، طرية شوية هي، يعني اهي طرية شوية، كيلو ونص ب10. عندي هنا الخيار جايباه على 15 جنيه. هنا البدنجان الرومي، الكيلو بكيلو وربع ب10، عشان طبعا المسقعة. جايبة هنا البدنجان الطويل، لو انت عايزة مثلا تعملي بقى محشي البدنجان ده ب10 جنيه. جايبة هنا كيلو فلفل، الفلفل ب15 جنيه. طبعا انا بجيبه كده طازة عشان يعيش معايا الاسبوع او ال10 ايام بتوعي. كيلو ب15، وكان في ب10 اللي هو دبلان شوية، بس انا قلت اجيبه طازة عشان يعيش معايا. فاصوليا بقى، موجود فاصوليا في السوق، الفاصوليا والبسلة، بس البسلة طبعا بدأت تفضي. الفاصوليا ب15 جنيه. مفيش بقى طبيخ تاني. ورق العنب تقريبا ب50. انا عندي بقى طبعا عندي في التلاجة ورق كرنب، ان شاء الله هطلعه مع الكوسة مع الباذنجان، واعمل محشي في نص الاسبوع. جبت هنا كمان كيسين مكرونة، عندي هنا يومين مكرونه برضو هعملهم، مكرونه اقلام، لو في مثلا اعملها بالفراخ او اعملها صينيه مكرونه بشاميل باللحمه. وعندي هنا المكرونه اللي هي الصغيره ديت، اعملها حمرا، مكرونه حمرا كده، وجنبها سلطه، او مكرونه محمره وجنبها برضو سلطه. يعني ان شاء الله الاسبوع بتاعي او ال10 ايام بتوعي هحاول امشيهم بشويه الخضار اللي انا جايباهم دول. يعني انا عندي هنا بقى يومين مكرونه، عندي يوم مسقعه، عندي يوم كشري، يوم طبيخ مثلا كوسه، ومش لازم لحمه او فراخ. يعني الواحد بيحاول ان هو يمشي ال10 ايام بتوعه باقل التكلفه. احنا عارفين ان الدنيا غاليه، فالواحد بيحاول يمشي يعني يومين ويوم، يومين ويوم، يعني يوم كشري، يوم مثلا مسقعه، ويوم فرخه فراخ ومحشي مثلا يومين كمان. يعني بتحاولي ان انت بقى بشطارتك ان انت تمشي ال10 ايام بتوعك بالحاجة اللي انت جايباها ديت، وما تحاوليش ان انت تجري فلوس تاني. بألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.